وللي عايز قراءة خاصة يبعت لي على الخاص أو يبعت لي على الواتساب اللي موجود قدامكم في الفيديو. دي جملة بقت كتير قوي بتتكرر أكتر من السلام عليكم، بنشوفها كتير في فيديوهات كتيرة قوي من منشئين محتوى بقوا أكتر من الهم على القلب. كل شوية حد يطلع عامل نفسه مدرب طاقة، قارئ طاروت، خبير غيب، ويقعد بقى يعمل لك جو ويفرش لك مفرش ويحط لك أحجار ويجيب لك ورق ملون وكوتشينة ويعمل لك الجو بالإضاءة اللي هو بقى إيه، خلاص هو بيحضر لك المندل يعني. والناس طبعا بتجري بتدفع وبتصدق وكأن الغيب بقى سلعة احنا بنتاجر فيها، وكان المستقبل بيتباع في مكالمة نص ساعة أو قراءة خاصة زي ما هم بيقعدوا يقولوا. يعني إيه بقى قراءة خاصة؟ عشان اللي بيشوف الفيديو ده وهو ما كانش من الناس اللي تعرضت أو شافت الناس اللي بيشوفوا الطاروت والحاجات دي. القراءة الخاصة دي ده شوية ورق ملون زي الكوتشينة كده مع شويه كلام عايم، اللي هو انت في حد جرحك على فكره، انت في حد جه عليك على فكره، انت في قطع رزق، انت في رزق هيجي لك بعد 3 عدات من دلوقتي. يقعد يخبط لك على ورق الكوتشينه كده كانه بقى بيحضر الغيب يعني، او الكلام ده. يعني شويه كلام كده بتفصل على خوفك مش على حياتك. طبعا اللي بيعمل قراءه خاصه ده ما يعرفكش على فكره، ولا يعرف ظروفك، ولا يعرف نيتك، ولا ولا يعرف عنك اي حاجه. بس هو بيعرف يلعب على نقط ضعفك كويس قوي، ان انت عايز تتشعلق بقشايه، اي حاجه تطمنك، اي حاجه تبين لك اي حاجه انت بتفكر فيها لو الكلام ده انطبق عليك. فيقول لك خد الطاقه معاك يعني لو انطبق عليك. فانا كلام عايم يعني، حته ان انت مثلا هيجي لك شغل قريب، ما انت ممكن تكون من الناس اللي بتدور على شغل فهيجي لك شغل قريب، كلام عام جدا يعني. طب ليه الناس بقى بتصدق رغم كل اللي احنا بنتكلم فيه بالمنطق ده؟ ده مش عشان الناس مغيبه ولا غبيه، لا لا خالص. الناس موجوعه، ناس تايهه خايفه، متعلقه بكلمه تريحهم حتى لو كانت كلمه غلط. واحد موجوع من علاقه، واحده تايهه في شغل، واحد محتار في قرار، آه، زوج محترم مع زوجته، زوجة محترمة هتعمل ايه مع جوزها. اللي بيقرا الطاروت ده مش ما بيدكش غيب على فكرة، هو بيديك كلام مهدئ للآلام يعني، هو بيهدي أوجاعك بس. وده اللي بيخلي الناس تدفع. هي عامل زي بالظبط لما انت تكون عامل حاجة غلط أو الحياة معاك مش أحسن حاجة، فأنت عايز تقعد مع صديق ما يشيلكش الهم، يقعد يديك الدنيا وردي، فاهم، يقول لك كل حاجة كويسة، أو ما حتى يبرر لك غلطك، حتى ما يقولكش إن أنت غلط. فأنت بتبقى نفس الفكرة مع موضوع الطاروت ده. طب فين الخطر؟ خطر انك تبني قرار جواز بقى، انفصال، رجوع لحد، سوء ظن، امل كذاب انت بتحطه، احباط، خوف، اي حاجه من دي على كلام مش علمي ولا دين ولا منطق. خطر ان اللي بيعمل قراءه خاصه ده مش مستشار على فكره، ولا دارس علوم نفس، ولا دارس علوم الكونيه والكلام اللي بيقعدوا يقولوه ده شخص بيستغل احتياجك، بيبعت لك وهم بس مريح شويه، حاجه زي المرهم كده. طب ليه ده دجل ونصب وكلام فارغ؟ لان الغيب ده مش عند حد، عند ربنا بس. ربنا سبحانه وتعالى قال كل لا يعلم الغيب الا الله. ما قالكش الا اللي بيشوف الورق، ولا الا اللي ماسك الكاميرا بيصور، ولا الا اللي بيعمل جلسه فلوس، لا لا خالص. وكمان الحديث من اتى عرافا او كاهنا الى اخر الحديث. العراف هو اللي يقول لك اعرف المستقبل